حطي الرز على الفول وتعالي اقولك بقى ازاي تضاعفي الكميه وتعمليه باسهل طريقه. وكل اللي هيدوقوا منك هيقولك انت عامله ازاي. في الاول كده جبت نص كيلو من الفول. انا بحب اجيبه مستورد الحبايه الكبيره الفاتحه دي عشان يستوي معايا بسرعه. بعدين غسلته كويس قوي، بعد كده نقعته في ميه سخنه بتغلي. اهم حاجه ان احنا ننقعه في ميه سخنه عشان يسرع معانا عمليه التسويه بتاعته ويستوي معانا بسرعه. خلاص بقى نقلته في حله تانية، ننقله في اي حله كده. طبعا غسلناه مره واثنين وثلاثه لغايه لما الميه خلاص بقت نظيفه. حطيت ربع كوبايه من الرز، كمان حطيت عليها معلقه من الكركم، معلقه كمان من البابريكا. حطيت لهم كمان ميه سخنه ورفعته بقى على النار، على نار هاديه جدا، يعني في الاول نار متوسطه بعد كده نار هاديه. خلاص بقى هنسيبه على النار. هنحضر بقى الخليط ده. معايا معلقتين كبار من الدقيق، عليهم معلقه كمان من الكركم، كمان عليهم نص فنجان من الميه. بس كده. اول بقى ما الفول بيستوي معايا بقوم مقلباه، طبعا ايزي فيه يعني كل شويه بفضل اقلبه. خلاص بقى هنا استوى معايا واتهرى كده الحبايه. بصي بطلعها بتتهري زي ما انتم شايفين. بننزل بقى الخليط اللي احنا جهزناه ده عشان يتقل لنا بقى الميه بتاعت الفول وتاكلي احلى فول. وشايفين اللون بتاعه عامل ازاي. وعايزه اقول لكم ان النص كيلو بيرمي كتير جدا واحلى وانضف مليون مره من اللي احنا بنشتريه. هنا بقى بصي بعد ما استوى سبته مثلا، بعد ما حطيت الخليط ده اللي احنا جهزناه اللي هو معلقتين الدقيق ومعلقه الكركم، سبته بقى على النار كده ياخدوا غلوتين مع بعض لمده 10 دقائق او ربع ساعه. خلاص بقى الفول اتهرى معايا واستوى. وانتي بقى اللي بتحطي الكميه زي ما انتي عايزه. طبعا احنا بنشتريه بيبقى كله ميه وما بيبقاش فيه حبايتين 3 فول. بصوا بقى احنا حاطين في الكيس قد ايه. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا متابعه وتقولوا لي